السلام. اليوم على وصفات ام زكي، انا وامي. اهلا بك امي. بك وهلا. رايحين نديروا وصفه رائعه وقديمه تاع ناس بكري، خصوصا في منطقه الشرق وخصوصا في منطقه قسنطينه اللي نوجه لهم تحيه. هي برانيه بالقرنه. راح تكون وصفه رائعه وبنينه بزاف وخفيفه ايضا. اولا في مرميطه نحطوا زوج طرف تاع دجاج، عندنا هنا زوج كويسات. نحط عليهم حبه بصل كبيره نوعا ما، نحطوها هنايا. عندنا 6 سنات ثوم مرابين، وعندنا ايضا كميه من الزيت، شويه زيت شويه مارغرين نحطوها ايضا هنا. نوليو التوابل، عندنا زوج توابل فقط. عندنا الربح الكل، وعندنا فلفل الكحل. نحطوا المرميطه تاعنا تتقلى. امي نعم دوكا نمرقوا المرميطه بعد ما تقلات. بسم الله. راح نديروا اطره ونص تاعنا. بسم الله. هذه نص الاطره الاول. زيديني يا امي على خاطر راني قيس بهذه المقدارات تهز نص اطره. زيدي لي يا امي نص اطره. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. البركه. ونخليو الدجاج يطيب. المرميطه راهي تغلي بعد ما مرقناها امي. ذوقها لحوم القرنون. الدجاج هنا بدا يطيب، بدا يدخل الطيب. ذوقها لحوم القرنون تاعنا. القرنون نقيناه، غسلناه، حكيناه بالقارص، عاودنا مصمصناه وقطعناه لربعه. ذوقا نلوحوه في المرميطه ونخليوه يطيب. امي نعم القرنون راهو طاب، الله يبارك ما شاء الله. دوكا نحي القرنون بنتي، نحيوه على خاطر من بعد تشوفونا واش رايحين نديرو فيه. ونخليو الدجاج مازال شويه برك يزيد، يولي الدجاج يتم يطيب. بعد ما نحينا القرنون امي، نلقى في صلاديه عندنا 4 بيضات، عندنا عصير حبه قارص، نصف عفوا نصف حبه قارص ولا ليمون. وعندنا 2 ملاعق امي فرينه كبار تاع فرينه. نديرو عليهم شويه امي ملح وشويه فلفل الكحل. حاضر، شويه ملح وشويه فلفل الكحل. انا امي زيد الملح شويه هذا. ونحركو بالفرشيطه هذا الخلطه. دوكا نجيب القرنون اللي طيبته ولا اللي طاب، نغمسوه ونقليوه مباشره في المقلاة. دوكا نروح ندير هذه العمليه، نقلي القرنون امي، نقليو القرنون مع بعضنا ونوليو اليوم بحول الله. امي نعم الله يبارك، الدجاج راهو طاب والريحه راهي تنفنف، الله يبارك. والقرنون راه نقليناه الله عليه. شوفوا كيف جا الله يبارك، طيب على الكيف. دوكا نحطوه يتشرب لاصوص. بسم الله يا ربي، دقيقه ولا زوج. كاين اللي يحب يعقد المرقه امي، قلت المرقه بالقارص والبيض، وكاين اللي يحب يخليها هكذا كيما راهي. احنا نشيو المراقي شويه، سي فرصه خليناها سليك بوينه. احنا نشيو المراقي، واللي يحبها شويه خضراء يزيد صفر بيضاء ويزيد عليها نص حبه قارص، عصير نص حبه قارص، ويصبها ويخليها تعقد. صحتك اكيد. دوكا نكمل ونشوفوها مقدمه بحول الله. امي نعم امي برانيز القرنون راهي واجده الله يبارك، جات تشهي والريحه راهي تنفنف. هذه اكله كما قلنا لكم تقليديه عريقه، ان شاء الله ديروها. نحيو التقليد الجزائري من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب، لأن اطباقنا حقيقه مميزه وبنينه. درناها لكم باش تستمتعوا بها وديروها تردوا لي في التعليقات ان شاء الله. هكذا امي، هكذا. واش رايك؟ يعطيك الصحه، جات روعه. امي اليوم تفطري بها. ايوا بصحة امي وبصحتكم انتم ثاني كديروها. الى هنا نقول لكم ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا على قناه وصفات ام زكي وعلى صفحه الفيسبوك وصفات ام زكي. والى اللقاء.